تفتكروا ممكن يحصل ايه لو خدنا الشوكليت لافا كيك وحطينا عليها كوكيز؟ خلينا نشوف. هنزل بسكر ابيض وسكر بني عليهم، هنزل بزبده تكون طريه وهقلبهم مع بعض لغايه لما يبقوا كريمي. خلاص بقى لي 4 دقايق بضرب فيها وبقت كريمي زي كده. هنزل بالبيض واقلبها تاني. عليهم هنزل بدقيق، بيكنج باودر وانستنت كوفي، وهنخلهم كويس مع بعض ورشه ملح. اقلبهم كويس مع بعض بقى بالسباتشولا، ممكن بالميكسر بس ايه انا هعملها بايدي احسن. خلاص كده قلبتها والدقيق اختفى. هنزل بدارك شوكليت وميلك شوكليت شيب وهقلبهم مع بعض بس ايه لغايه لما العجينه تتمكس مع الشوكولاته. احط الكوكيز بين ورقتين بارشن بيبر وافردها تقريبا من 2 ل 3 مللي. خلاص هدخلها الثلاجه او فريزر لغايه لما تكمل واقطعها ديسك. هنزل بشوكولاته وزبده وهسيحهم في الميكرويف. هجيب بوله انزل ببيض وسكر، هقلبهم مع بعض لمده دقيقه وبالشكل دوت عشان ادخل فيها هواء. خلاص ريحت الشوكولاته والزبده، اهم حاجه ما تكونش سخنه، وهقلبهم مع بعض كويس. وهنخلط دقيق وكوكو باودر، هقلب مع بعض واول ما الدقيق يختفي اوقف تقليب. وخلاص كده عندي العجينه جاهزه. هجيب الرامكن واحط عليه شويه من سبراي. قبل ما نحط الدقيق انا احط كوكو باودر عشان شوكليت مع شوكليت يبقى احلى. خلاص هنزل العجينه جواها كده وخلاص كده مليت 3/4. خلاص جبت الكوكي وهجيب رينج زي كده. هاخد ديسك دوت احطه فوقيها، احطها على الفرن لغايه حراره 190 12 دقيقه. خلاص استوت. ده بس 5 دقايق تبرد شويه عشان اعرف اقلبها. اقلبها كده. الله، احط عليها كده هنا في الجنب وخلينا ندوق. واو جماعه بجد خرافيه، مش متوقع تبقى حلوه قوي كده وهي سخنه مع ايس كريم بارد مع الحته الكرانش من الكوكيز اللي فوق. بجد تحفه. لو حد عنده افكار جديده زي كده اكتبوا في الكومنتات وهحاول اعملها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم. سلام.